أهلا بيكم يا أبطال. في قصة النهاردة هنشوف صراع بين أسواق نسخ سونيك المظلمة، سونيك الشرير الغني عن التعريف، ونسخة تانية متكلمناش عنها في القناة أبدا وهي فليت واي سونيك. بس قبل ما ندخل في قصة النهاردة محتاجين نعرف مين هو فليت واي سونيك وإيه أصله ونهايته كانت إيه. في جزء زيادة في النهاية هنجاوب فيه على صديقنا. يلا نبدأ. في بداية القصص كان سونيك شخصية مغامرة دايما بيواجه دكتور إيجمان مع أصدقائه، وسونيك كان دايما عنده تحول خارق لما بيجمع الكيوس إيميرالدز السبعة بيتحول لسوبر سونيك زي ما بنشوف في الألعاب. لكن في عالم فليت واي الوضع مختلف تماما. في القصص البريطانية أيام التسعينات سوبر سونيك مش مجرد تحول أقوى لسونيك، ده شيطان متوحش سايكو حرفيا. لما سونيك بيجمع الطاقة الكاملة للزمردات بيتحول لكائن عنيف ومجنون اسمه فليت واي سوبر سونيك. صوته بيتغير، ضحكته بتبقى مرعبة، وبيفقد السيطرة تماما. كان بيقتل ويدمر وما بيفرقش بين صديق وعدو، لدرجة إن أصدقائه بدأوا يخافوا منه أكتر من إجمان نفسه. مع الوقت سونيك بدأ يحصل له تحولات تلقائية حتى من غير الزمردات، وده لأن الطاقة بدأت تتراكم جواه. سوبر سونيك أصبح كيان مستقل عن سونيك نفسه. سونيك بدأ يفقد الوعي وقت التحول، بدأ يحس إنه بيشارك جسده مع كيان تاني شرير. ومع الوقت فليت واي سوبر سونيك بقى كيان شرير مستقل تماما. في واحدة من أقوى اللحظات في القصص بيحصل انفجار طاقة هائل وبيفصل فليت واي سوبر سونيك عن سونيك تماما. يعني بقينا قدام نسختين، سونيك الحقيقي وفليت واي سونيك كيان شيطاني حر. هنا بدأت المعاناة الحقيقية، لأن فليت واي سونيك بدأ يطارد سونيك وأصدقائه، بيقتل ويدمر، وكأنه شيطان هدفه الوحيد هو نشر الفوضى. بعد صراع طويل جدا سونيك وفريقه حبسوا فليت واي سوبر سونيك في فخ باستخدام طاقة زمردية مضادة واحتجزوه في بعد تاني. لكن الحقيقة المرعبة فليت واي سوبر سونيك ما ماتش، لسه عايش محبوس ومستني فرصة يرجع. عد ما أبطالنا قدروا يطردوا فليت واي سوبر سونيك من عالمهم وسجنوه في بعد تاني مظلم وغريب. الكل افتكر انهم خلصوا منه، بس اللي محدش كان يعرفه إن البعد ده كان شبه نسخة بايظة من عالمنا، مليانة مخلوقات عجيبة وشوارع مهجورة ومطاعم بتبيع بيتزا. فليت واي سونيك لقى نفسه تايه، مطرود، وحيد، ومن غير طاقة ولا كاوس إيميرالدز ولا حتى حد يصرخ في وشه. مر عليه وقت طويل ومفيش قدامه غير خيارين، يا إما ينهار ويتحول لظل باهت من نفسه، يا إما يشتغل علشان يعيش. وفعلا وبعد ما قرأ لافتة مكتوب عليها بيتزا فود، أسوأ بيتزا في الأكوان وأكتر موظفين عندهم اضطرابات نفسية، دخل وقال أنا مناسب للوظيفة تمام. ممكن نبقى نكمل القصة دي في فيديو تاني، بس خلينا نرجع لفيديو النهاردة. بس قبل ما نبدأ، دول الأبطال اللي شجعونا في الفيديو اللي فات اللي كنا بنتكلم فيه عن ماضي سبونج بوب لما كان جندي في البحرية. شكرا من القلب للأبطال دول. بيبدأ فيديو النهاردة وبنشوف سونيك وسونيك الشرير واقفين عند جثة تيلز، وكل واحد فيهم بيكون فاكر إن التاني هو اللي عمل كده. بينزلوا طحن في بعض. ولكن بعد مدة بيكتشفوا إن ولا واحد فيهم ممكن يكون عمل كده، وبيدركوا إن أكيد في طرف ثالث. في اللحظة دي فليت واي سونيك دخل دخول أسطوري هز أرض المعركة كلها. وقتها سونيك الشرير مد ايده لسونيك في مشهد اسطوري، وبنشوف تحالف العدوين دول مع بعض، والمعركة شكلها هتسخن يا صديقي. بنشوف ثنائي أسطوري أفخم من ثنائي سونيك وشادو، بس المرة دي بين سونيك ونفسه في هيئة الدارك.
حرفيا يا عزيزي فليت واي سونيك بيتعمل منه بطاطس محمرة وبيكون طالع عينه من كتر الضرب. فليت واي سونيك بيهجم بهجوم مدمر، بس على مين؟ ده سونيك أصلا تنين، بيوقف الهجوم بكل سهولة. يخرب بيت العظمة يا جدع. And so we'll carry on. My time to shine has come. I feel it. As fast as I can go. Straight to the top. I know you. فليت واي مش سهل يا عزيزي، بيفعل أقصى قوة عنده وبيستعد للهجوم الأسطوري اللي داخل عليه. When I get there, it feels like I'm lost in a dream. I know in my heart it's my time. I already see the possibilities are never ending. I see it, and now it's all within my reach. And the possibilities. I see it. بنشوف في اللقطة دي إن سونيك الشرير بما إنه قائد جميع النسخ الشريرة قدر يجمعهم كلهم للقضاء على فليت واي سونيك. ومن الواضح كده كمية العظمة اللي عند الشخصية دي اللي خلت كل الأعداء يتجمعوا عشان يصدوه فقط. I see it, and now it's all within my reach. I see it now, it's always been inside of me. I see it, and now it's all within my reach, and the possibilities. I see it now, it's always been inside of me. And now I feel so free in this possibility. In this possibility. In this possibility. في النهاية فليت واي سونيك بيتمسح تماما من الوجود وبيرجع العالم في سلام من جديد. الاتنين بيقفوا عند جثة تيلز في حزن، مفيش في ايدهم حاجة يعملوها عشان يرجعوا للحياة من جديد. مرة واحدة بنلاقي شخصية غريبة ظهرت، لو حد يعرف اسمها يا ريت يكتب لنا في التعليقات. المهم الشخصية دي شكلها كده عندها القدرة على إعادة تيلز كما كان. وبالفعل باستخدام طاقة الزمردات بيرجع تيلز للحياة. بالنسبة للقسم الأخير هنتكلم عن ليريك، هنعرف هو مين بالظبط وإيه هو أصله، إزاي اتسجن وخرج إزاي، وليه بيكره سونيك وانتهى إزاي. في البداية ليريك كان عالم عبقري جدا من حضارة متقدمة اسمها إنشنز، ودي حضارة كانت متطورة تقنيا بشكل غير طبيعي لدرجة إنهم سبقوا كل الكائنات التانية في التطور العلمي. كان المفروض إن الحضارة دي تعيش في سلام
لكن ليريك خرج عن المسار، ابتدى يشوف إن الكائنات العضوية يعني البشر، الحيوانات، الأخ هم سبب الدمار، وقرر يعمل خطة مجنونة: هخلص على كل الكائنات الحية وهخلي العالم للآلات وبس. ليريك اتجنن، وعشان ينفذ فكرته عمل تعديل على نفسه، حول جسمه إلى آلة بالكامل. أصبح عنده جسم آلي، دروع ذكية، وذراعين آليين بيتحكم فيهم بسهولة، وكأنه وحش ساب جسده الأصلي وبقى سايبورج شرير. وعلشان يحقق حلمه كان محتاج طاقة غير محدودة، وهنا ظهر دور الكريستالات القديمة، وهي مصدر طاقة أسطوري من حضارة إنشنس، عندها القدرة على تشغل أي آلة أو سلاح، تفتح بوابات عبر الزمن، وتعطي قوة خارقة لأي شخص يستخدمها. وليريك حاول يسرقها كلها علشان يبدأ خطته. لما الانشنس اكتشفوا خطته المجنونة اتحركوا فورا ضده، حاولوا يمنعوه، لكن قوته كانت مرعبة، وبعد حرب ضخمة قدروا في الآخر يسجنوه داخل معبد قديم، حطوا عليه تعويذة وقفلوا عليه باستخدام الكريستالات نفسها علشان ما يقدرش يهرب. ومن ساعتها ليريك نام جوه السجن ده لآلاف السنين لحد ما جه سونيك. في بداية لعبة سونيك بوم رايز اوف ليريك، سونيك وتيلز وأصدقائه كانوا بيستكشفوا أطلال قديمة، وهناك لمسوا جهاز غريب، وده فك الختم اللي كان ساجن ليريك. وفجأة ليريك خرج من السجن تعبان، شكله مرعب، نصف آلة، عنده حقد على كل الكائنات. وسونيك كان أول شخص شافه بعد آلاف السنين. ليريك قال بكل برود: هخلص عليكم وهبدأ تطهير العالم من كل الكائنات. هو ليه بيكره سونيك بالذات؟ هقولك يا صديقي، سونيك مش بس أول كائن شافه بعد خروجه، لا، هو كمان وقف خطته، دمر أجهزة كان بيجهزها، جمع الكريستالات قبله وخلاه يفشل أكتر من مرة. يعني بالنسبة ليريك سونيك بقى عدو شخصي. في آخر اللعبة سونيك وفريقه تيلز، نيكل، وإيمي قدروا يجمعوا الكريستالات قبله ويدخلوا مكان المواجهة النهائية، والمعركة هناك كانت عنيفة. ليريك استخدم طاقته بالكامل وفتح بوابات زمنية، حاول يدمر الفريق واحد واحد، لكن باستخدام الطاقة المشتركة بينهم والتعاون قدروا يهزموه. بعد الهزيمة الفريق استخدم جهاز متقدم لقفل بوابة الزمان وسجن ليريك جواها. المرة دي مش مجرد سجن، ده سجن أبدي، مفيش كريستالات، مفيش مخرج، اتحبس إلى الأبد في مكان خارج الزمان والمكان، ملوش أي تواصل مع العالم. ونهاية ليريك سكون تام في ظلام أبدي، مش قادر يتحرك ولا يتكلم ولا حتى يحلم. ودي كانت نهاية فيديو النهاردة يا أصدقائي. ما تنسوش تكتبوا لنا تحت إيه أكتر جزء عجبكم في الفيديو. وبالمناسبة إحنا فعلنا نظام الداعمين، لو حد فيكم حابب إنه يدعم القناة هنكون شاكرين جدا. وفي الفترة الجاية هيكون في فيديوهات حصرية للداعمين وتواصل شخصي معاهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وسلام.